مين فينا ما بيحبش الفرنش باي او الكيش؟ يلا بينا اقول لكم على طريقه سهله جدا جدا للفرنش باي. طعمها حلو جدا وما بتاخدش وقت خالص في العمايل ولا مجهود. هتطلع معاكم الطريقه دي مظبوطه من اول مره. يلا بينا على الطريقه والمقادير. اهم حاجه في الوصفه دي ان كل المكونات تكون بارده. هنحتاج 2.5 كوباية دقيق بسكوت. هزود عليهم 4 معالق كبار سكر باودر، وبعدين كده رشه ملح، وبعدين 4 معالق مش مليانين قوي سمنه. هنفضل بقى نبس السمنة بالسكر والدقيق لغاية ما يديني عجينة متماسكة بالشكل ده. أول ما تمسك العجينة تدينا شكل ماسك نفسه، يبقى كده نسبة السمنة للدقيق كويسة، وكده تمام. مش هنبس أكتر من كده. بعد كده هحط عليها بيضتين، وبرده البيض يبقى ساقع، وعليهم معلقة صغيرة فانيلا سايلة. وبعد كده نبدأ نلم بقى العجينة. أول ما العجينة تتلم نروح حاطينها في كيس نايلون أو في ستريتش، ونروح شايلينها في التلاجة 10 دقايق. اول بقى ما تطلع من التلاجة نبدأ نشكلها. نحطها بقى على سطح فيه حبة دقيق ونفردها كويس، وبعد كده نظبط مقاسها على الصينية اللي احنا هنحط فيها. اهم حاجة تبقى الصينية مدهونة زيت. بعد كده نبدأ نفرد بقى العجينة بتاعتنا بالمنظر ده في الصينية، ونبدأ نظبط الحواف ونستفها كويس، وبعد كده نخرمها وادخلها في الفرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وهتخرج لنا بالشكل ده، لا بقت من النص ولا حاجة. بعد كده بقى ايه احنا عايزين نحشيها؟ هنحشيها ايه؟ حادق. حطيت من تحت جبنة شيدر او جودة او موتزاريلا اللي تحبوه، بس انا حبيت احط فيها من تحت شيدر. بعد كده نحضر بقى الخلطة التانية. هنحتاج بيضتين، هحط عليهم ملح وفلفل اسمر، ريحان ناشف، لبن، حوالي ربع كوباية لبن. نبدأ نقلبهم كويس كله مع بعضه، وبعد كده اضيف بقى عليهم الاضافات اللي انا عايزاها. حطيت تركي واوريجانو وزيتون اخضر وتشيري توميتوز، وبعد كده قلبت كله مع بعضه ورحت منزلاهم في الصينيه. بعد كده ارجعهم تاني الفرن. تقريبا هيقعدوا في الفرن ربع ساعه لغايه ما البيض ده يستوي تماما. اول ما البيض يستوي وشها يحمر تطلعوها بقى، وممكن تروحوا ضايفين عليها وشها جبنه تاني. هتلاقوه ساحت من السخونيه، وهتبقى بالشكل ده. هتعجبكم جدا جدا. وبس كده، هو فطار لذيذ وجديد وسهل. ما تنسوش بقى لما تجربوها تقولوا لي ايه رأيكم فيها، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبالهنا والشفا.